اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال كب ديال دي كوب اللي كيكونوا بحال دي طارت وكيكونوا فيهم الفريز والكريم باتيسير. غادي نبداو لكم دابا في الاول بلا بات. كيفاش غديروا لا بات؟ ديجا هاد لاباط كيمكن لك دير بها بزاف ديال الانواع ديال اما طارت كبيره ولا طارت صغار ولا لي كوب بحال هكا. ومن بعد غنوري لكم كيفاش تعجنوهم وتطيبوهم وتزوقوهم. اول حاجه غنبداو في هذه الوصفه هي غنبداو بالفون دو طارت، يعني العجينه اللي كتكون فيها لا طارت. هاد العجينه كنحتاجو فيها 100 غرام ديال الزبده، كنحتاجو فيها بيضه، كنحتاجو بها سكر كلاصي كاس لارب ديال العنبه، كنحتاجو 2 كيسان ديال الطحين، كنحتاجو القشور ديال الحامض، شويه ديال اللوز مطحون، نص معلقه ديال الخميره د الحلوه، وخنيشه ديال لافاني. دونك اول حاجه كناخذوا هي تناخذوا الزبده ديالنا. كناخذوا الزبده كنديروها في هذا لو بول. الزبده احسن خصها تكون سخونه شويه، اللي تكونوا خرجتيوها من الثلاجه قبل. هي والبيضه باش ما كتجيناش صعيبه فاش نخدموها. وكناخذوا الكاس ديال السكر كلاصي كاس لارب. اللي بغى يزيد عليه يزيد، اللي كيبغي الحلاوه اكثر يزيد شويه. حنا درناه مويان، ماشي كثير ماشي قليل. كنخلطوا الزبده ديالنا مع السكر كلاصي. نديرو اما اون سباتول اما بحال هكا الفورشيط باش كتدخل السكر كيدخل مع الزبده. اللي بغى يصايبها بيدو يصايبها بطبيعه الحال. ها هي الزبده ديالنا تجمعات، وكنزيدو عليها البيضه وكنكملو في التخلاط. كنحكو شويه ديال الحامض، غير شي شويه ماشي بزاف، باش كيعطينا غير النكهه. اللي ما عندوش الحامض يدير شويه ديال القشره د الليمون، اللي ما عندوش كاع ما يديرش ماشي مشكل. دير غير نسيمه كتعطي شي شويه ديال الحامض، كتبنن لنا لاباط. كنزيدو الطحين ديالنا، الطحين اللي كنا غربلناه نديرو شويه بشويه. هنا 2 كيسان ديال الطحين اللي هي 200 غرام. نزيدو الكاس الثاني ديال
الطحين. عفوا كنت نسيت الخميره ديال الازه ديال السكر الراني، نورمالمون تزاد مع الوقت ديال البيضه. مزيان نزيدو حتى معلقه صغيره ديال الخميره، نص معلقه صغيره. الاحسن الواحد يحركها بيدو حيت ما كتبغيش تعجن، باش كتبقى فيها ديك الشكل ديال الصابلي ولا ديال البغيزي. نصايبوها غير بالاصابع ديالنا، ما نعجنوهاش. نزيد واحد المعلقه كبيره ديال اللوز مطحون، كتعطينا النسمه ديال اللوز في لاباط. نجمعو لاباط ديالنا، ها هي واجده. كنديروها في فيلم اليمونتير، كنلويوها مزيان وكنديروها واحد الساعه مزيانه في الثلاجه. نخليوها ساعه في الثلاجه. كناخذوا العجينه ديالنا اللي جبناها من الثلاجه انها كتبرد، كنحطوها في المحل ديالنا. كنديروا شويه ديال الطحين باش ما تلصقناش، حيت كتقدر تلصق مع فيها الزبده بزاف. كنديروا شويه ديال الطحين، كنطلقوها، كنحاولوا نديروا الطحين حتى في الجهه الاخرى باش ملي نجيو نطلقوها ما تلصقناش الزبده. نحاولوا ما نطلقوهاش بزاف. كناخذوا هاد لو تور ديالنا، كنديروا به البهارات، وكناخذوا هاد لي بحال دي كوبلي وكنصايبوهم عليها، كنصايبوه عليها، كنديروا بحال هكا. نحطو الكوبلي ديالنا بحال هكا، كنحطوها في الوسط وكنحاولوا بيدينا ندوروها عليها كامله تتقاد. كناخذوا هاد لاباط اللي بقات لنا، كنعاود نعجنوها باش نكملوا بها. هما بعد ما سليناهم كاملين غنديروهم في الفران نطيبوا. نشعلوا الفران عليه الفوق والتحت، نديروهم يطيبوا. هي النتيجه،
ها هما لي كاب ديالنا طابو. دونك حنا دابا غادي نوجدو باش غنعمروهم. كناخدو الكاسرونه باش نديرو فيها لا كريم باتيسيير. كنديرو الحليب ديالنا، عندنا كاس ونص ديال الحليب. كنديرو عليه معلقه ديال كريم باتيسيير، معلقه كبيره، حيت خصها تكون قاصحه شي شويه، ما تكونش ليكيد. كاين في دي غوسيت خصها تكون ليكيد شي شويه، ولكن هذه خصها تكون قاصحه شويه. وغنزيدو معلقه ديال سنيده، اللي بغى يدير كثر يدير كثر، ولكن بالنسبه لهاد الكميه من الاحسن ما يفوتش الواحد معلقه ديال سنيده. نديرو معلقه ديال الخشب باش نحركو. شعلوا العافيه، خصو شويه باش ما نصايبوش الكاسرونه. نديرو معلقه الخشب، نبقاو نحركو حتى نشوفوها بدات كتقصاح. ها هي لا كريم بدات كتقصاح ديجا، كتبدا دير ديك الطبابخ. نحركوها شي شويه ونطفيو عليها العافيه. ديالنا وكنعمروهم لا كريم. واخا تكون باقا ما قصاحت ما بردات، غتقصاح من بعد ملي نديروهم في الثلاجه. ناخذ الفريز ديالنا، نحاولوا نقطعوه بهذه الطريقه. كنقطعوه شراطي بحال هكا بلا ما نوصلوا الفوق ديالو، وكنبركو عليه باش كيبان هكا بحال الا مزبوق، ونحطوه فوق من لي كاب ديالنا. نعاود معكم واحده اخرى. نبركو عليه باش كيبانو ونحطوهم. هذا هو المنظر ديالنا. هذه هي النتيجه ديالنا. كوب كيك، كوب اللي غيكون بحال الشكل ديال الطاخت بالفريز. بنين وسهل في التحضير، وبصحه والراحه.